وهنبتدي فكرة جديدة ومشروع جديد. ده ورق كرتون هرسم عليه رسمة السحابة اهو. قبل ما نبتدي ما ننساش نصلي بقى على النبي كده في الكومنتات، ولايك وشير واشتراك في القناة لو بيعجبكم محتوايا وعجبكم الفيديو. الديكور اللي انا هعمله دوت ينفع نشاط مدرسي، ينفع الديكور لأوضة بنوتشك، ينفع يعني ممكن تستخدميه في اي حاجة، وممكن تغيري الاشكال اللي فيها. يعني انا مثلا هقولك الفكرة وانت تغيري تعملي ممكن ورد، ممكن قلوب، ممكن رسومات. انا كده قصيت الكرتونة على السحابة على شكل سحابة، ومعايا اللي هي شنط قماش التسوق دوت، ومعايا غيرة. هبتدي اثبت بقى القماشة على السحابة بالشكل دوت، وهوزع الغيرة عليها من فوق ومن تحت. لو وصلتش معايا لغايه هنا بقى ما تنسيش تعملي لي لايك على الفيديو وتابعيني لاخر الفيديو، لان في مفاجاه، وصدقيني هتنبهري بالافكار اللي انا عاملاها النهارده، وانا عارفه ان انت هتقومي تنفذيها حالا. ومعايا خيوط، انا خليتها خيوط حمراء هتليق يعني على شكل اوضه بنوته. اللي هي بنتي بقى عماله تقول لي يا ماما انت عملتي في الشقه كلها ديكورات الا اوضتي، فانا ما رضيتش ازعلها وهعمل لها احلى ديكور. معايا قلوب بالشكل دوت. على فكره انا عندي هوايه غريبه جدا، ان اي رسمه بشوفها في اي حته لازم اقصقصها واخليها عندي، اذا كانت بقى شنط، تيشرتات، اللي هي حتى اكياس الشيبسي، اي حاجه انا بقص الصور بتاعتها وبخليها. ومعايا خيط زي كده، هبتدي اثبت بقى الخيط بالشكل دوت جنب السحابه جنب بعضه بالشكل دوت. انا ثبته بمسدس الشمع. والقلوب هبتدي اوزعها كده بطريقه عشوائيه. دي تعليقه بقى للحيطه، بس ايه تحفه بجد، الفكره عجبتني جدا كده. مع انا قلت احطها على الباب كده اثبتها عشان اعدل القلوب. ومعايا فيونكه كده حطيتها، وحطيت للسحابه عيون وزرار. الزرار ده باللون الاحمر، بس مش عارفه كان طالع اسود ليه، هو انا هنا اتظبط. وحطيت لها اضاءه وعلقتها في اوضتها. شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ فكره حلوه خالص وما كلفتناش اي شيء. يلا لو عجبتك اول فكره ما تنسيش تعملي لي اللايك، وندخل بقى على تاني فكره. طبعا بقيه الخيوط انا مش هسيبها كده، لا هعمل احلى منظم. معايا العلب ديت بتاعت الفول، لو معاكي بتاعت الفول، بتاعت صلصه، علب اللبن، اي علب صفيح موجوده معاكي، يعني نصيحه مني ما ترميهاش، ما تفرطيش فيها. هبتدي كده اثبتها، الف عليها ورق الهدايا بالشكل دوت، عشان حتى لما الف عليها الخيوط الحمراء الصفيح من تحت ما يبانش. ودخلت الزياده كده من جوه وثبتها كده بالشمع. هبتدي احط عليها الف عليها الخيط الاحمر ده اسمه خيط قطيفه. والله انتوا عارفين من ايه؟ ده من توكه قديمه كانت عندي باظت، فانا قلت استفاد ايه من الخيوط بتاعتها. انا ما برميش حاجه خالص، كل حاجه بتتعمل اعاده تدوير وبنستفاد منها في حاجات احلى. هبتدي بقى اثبتها، وكل كام لفه كده احط مسدس الشمع. هدف القناة عندي اي فكرة تيجي في دماغك بكبسة زر واحدة ممكن تحوليها الحقيقة. لو بتعجبك القناة ما تنسيش تعملي لي الاشتراك، وما تنسيش كمان تفعلي الجرس لأي فكرة جديدة بنزلها تقدر توصلك. وكده انا خلصت اللف كده، ومعايا سلك زي كده هعمله زي ودنين كده، وحطيت فيونكة وهحط عيون وبق، وهيبقى معانا احلى منظم ممكن تعمليه من لا شيء. شايفين الجمال؟ وبشريط ساتين عريضة ابتدوا احطه كده على طرف المنظم، هيدي منظر برضو. وادي كده الشكل النهائي، حطيت فيها فرش الميك اب. وادي عملت برضو منظم تاني بعلب الصفيح بالشكل دوت. مش بقول لكم في افكار كتيرة جدا، وانتظروني في الفيديوهات اللي جاية. وادي اخر الفيديو. لو عجبتكم بقى الافكار ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.